خايف، متردد، متحمس. دي كلها مشاعر نفسية بتأثر عليك وانت بتشتري عقار. خلونا النهاردة ندردش مع بعض شوية ونتكلم في كل المشاعر اللي ممكن يكون ليها تأثير سلبي أو تأثير إيجابي، وإزاي نتعامل مع المشاعر دي بعقلانية علشان نعرف ناخد قرار الشراء الصح. كمل الفيديو للآخر وهنتكلم مع بعض النهاردة. فيديو طويل شوية. الحق اللونش، دي فرصة ما تتعوضش. المكان ده مش هيتكرر تاني، السعر حلو جدا، الاوفر ده ما حصلش. كل دي مشاعر كتيرة جدا جدا بتقابلها، واللي احنا بنمر بيه اسمه الخوف من ضياع الفرصة. اللي انا عايزة اقوله لكم ان الفرص مش بتضيع، وفي فرص كل يوم وكل شوية، وفي مناطق مميزة بتطلع من وقت للتاني. ما تخليش الموضوع ده يأثر عليك وانت بتشتري. في فرص بتكون حلوة جدا ما ينفعش نضيعها، بس ما ينفعش يكون ده السبب الوحيد واحنا بنشتري. لازم ندرس الامور بعقلانية ونفكر ونعمل حساباتنا كويس جدا جدا قبل ما ناخد القرار، ونتجنب المشاعر دي تماما. انا ارتحت للمكان ده قوي وارتحت للشركة دي قوي. السيلز اللي بيبيع لي بصراحة انا حبيت قوي التعامل معاه. ده تعلق عاطفي كاذب. لازم نفكر كويس جدا. في ناس كتير بتروح مكان او بتزور سايت او بتروح مشروع، بتحس ان هي نفسها تكون في المشروع ده، تشتري في المكان ده، تسكن في الحتة دي، او يشتري محل او مكتب وتفر. احنا هنا بنتكلم على العقارات بشكل عام. التعلق العاطفي ده احيانا بيخليك ما تحسبش حساباتك صح وتتسرع في اتخاذ القرار، وبعد كده ترجع تندم وتلاقي ان المشاعر دي كلها راحت وانت ما كنتش حاسب الحسبة بتاعتك صح. انا منبهر بالمشروع ده، منبهر بالعقار ده، الفيلا دي جننتني، لا لا لا، انا عايزه اعيش في الكومباوند ده. الانبهار اللي بيخلينا احيانا نشتري وناخد قرار شراء واحنا مش حاسبين الميزانيه بتاعتنا صح. هقدر اوفي اقساطي ولا لا؟ هل اقساطي دي هتاثر على معيشتي ولا لا؟ احيانا الانبهار بيدفعنا ان احنا نشتري حاجات بنكتشف بعد كده ان احنا مش محتاجينها تماما. فعلشان كده لازم تفكر بعقلك كويس قوي وتتجنب المشاعر دي اللي كتير جدا جدا مننا بيحس بيها. القلق من المسؤولية المالية. القلق من المسؤولية المالية وإننا يكون عندنا أقساط لفترة طويلة بيخلينا نخاف ناخد القرار. وهنا عكس كل المشاعر اللي احنا قلناها قبل كده. يمكن المشاعر اللي اتكلمنا فيها قبل كده مشاعر بتخليك تشتري وانت متسرع من غير ما تفكر وتحسبها صح. المرة دي احنا بنتكلم على مشاعر معاكسة تماما. الخوف من المسؤولية، الخوف ان انت يكون عندك اقساط لمدة 8 سنين. كل ده بيخليك ما تاخدش القرار وتستنى وتأجل الشراء، وزي ما انتم شايفين الأسعار عمالة بتزيد. لازم نحسب حساباتنا كويس جدا، وفي نفس الوقت نكون واثقين من حساباتنا وناخد قرارنا ونتكل على ربنا. طيب هنا ازاي بقى نتجنب كل المشاعر دي، سواء المشاعر السلبية سواء المشاعر الإيجابية، سواء مشاعرنا واحنا متحمسين وعايزين نشتري بسرعة ونلحق، سواء مشاعرنا واحنا مترددين وخايفين ناخد القرار. أول حاجة لازم نحسب ميزانيتنا صح جدا. نحط الورق والأقلام قدامنا، كل مصاريفنا بنطلع مصاريفنا، بنطلع كل التزاماتنا، مصاريف مدارس الأولاد أو الجامعات بتاعتهم، كل ده بنركنه على جنب وبنشوف أنا فائض مصاريفي إيه. أي نعم، كلنا بنتزنق، بيجي علينا وقت ونتزنق، بس بيبقى وقت ما ينفعش ان انا اشتري عقار يفضل زنقني فترة طويلة. على الاقل انا قادر اوفي مصاريفي. طيب عملنا كل الميزانية بتاعتنا صح. تاني حاجة لازم اختار لوكيشن محترم، لازم اختار مطور محترم بسابقة اعمال، انزل اشوفها واتفرج عليها، اقارن بين اكتر من مشروع. تالت حاجة استعين بمستشار عقاري يدلني، يجيب لي المشاريع، يعمل لي المقارنات، لان اكيد هو ادرى مني بالسوق اللي هو بيشتغل فيه. اعمل الثلاث حاجات دول واحسب ميزانيتي واتوكل على الله واشتري. ولو محتاجين اي استشارة عقارية انا تحت امركم، كلموني اي وقت.
مش شرط تشتري معايا خالص. على فكرة يا جماعة النقطة دي انا حابة اوضحها، مش شرط تشتري معايا، انت ممكن تكون بتشتري مع حد تاني بس حابب تاخد رأيي. انا مستشارة عقارية، مش لازم تشتري معايا علشان تكلمني او تستعين بيا او تسألني على اي حاجة. انا رقمي موجود، انا متاحة، مش هقول 24 ساعة برضو انا بنام وكده، بس كلموني، ابعتولي واتساب، اسألوني على المشاريع اللي انتوا بتفكروا فيها، خلونا نتكلم مع بعض. وان شاء الله لما تاخد قرار الشراء تاخد قرار الشراء وانت واثق من قرارك كويس. واشوفكم فيديو جاي ان شاء الله. شكرا ليكم.